وحاجة تانية لازم اقولها لكم، يعني لان هو اول عريس اوافق ان اقعد معاه وكده، يعني لازم تشوفي ايه الاخطاء اللي الناس وقعت فيها علشان انتي ما تقعيش فيها. ازيكم عاملين ايه؟ في بنات كتير عايشة كده بالبركة، مش عارفة ايه هي الحاجات اللي المطلوب منها تعملها الفترة دي. هجيب لكم بالامثال. يعني فترة الدراسة ايه المطلوب منك تعمليه؟ انك تذاكري، ولو في الجامعة وفي فرصة ان انت تشتغلي اشتغلي. كل ما ابتديتي بدري هيبقى احسن ليكي في مجال العمل. طبعا كل واحد بيختلف عن التاني في دراسته، في مواعيد الجامعة بتاعته كده. يعني نصيحة مني، ابدأي من بدري، حتى لو اولى جامعة ابدأي انزلي اشتغلي، هتفرق معاكي كتير. في البيت بقى هتتعلمي ازاي تهتمي بنظافتك الشخصية، ببشرتك، عشان بعد الجواز ويكون في زحمة في يومك هتعرفي تهتمي بنفسك بسهولة، لانك متعودة من زمان. لكن لو واحدة جديدة عليها ان هي تهتم بنفسها، او زي ماشيين كده الامهات اللي تقولك اهتمي بنفسك لما تتجوزي عشان يبقى لجوزك، التفكير ده يعني مستحيل تكون بتعرف تهتم بنفسها زي ما واحدة تكون متعودة. نيجي بقى للفترة اللي بعدها وهي الجواز. في بنات فعلا ما تعرفش يعني ايه جواز، يعني ايه في حدود بين الزوج والزوجة، يعني ايه الاغتسال بعد الجامعة، ايه الاحسن ليا، هو اللي يمسك المصروف ولا انا اللي امسك المصروف. كل ده في بنات ما تعرفوش. والاصعب بقى المرحلة اللي بعدها، مرحلة الحمل. بتاكل كده بالبركة، ولا عارفة ايه الممنوع ولا اللي مش ممنوع، ولا ايه اللي ممكن يضر طفلها ولا غيره. عايشة فعلا بالبركة، لدرجة ان في ستات بيجيلهم علامات الولادة وهي مش فاهمة اللي دي ولادة. البيبي بيستغيث جوه وهي مش فاهمة. المشاكل الكبيرة في حياتنا بتبدأ من غلطة صغيرة مننا زي كده. خلي ليكي بصمة في حياتك، ما تبقيش زي الموجة، الرياح هي اللي بتمشيها، مش اللي هو اهو يوم بيعدي وخلاص زي ما تيجي تيجي. لا، انا لو قلت لكم انا كنت بعمل ايه والله هتضحكوا. هقول لكم على حاجه ومحدش يعرفها خالص. قبل ما اقعد مع محمد جوزي قعدة التعارف اللي هي القعدة الأولى دي، دخلت عملت سيرش على اليوتيوب عن القعدة الأولى أو المقابلة الأولى دي. يعني إيه الكلام اللي يتقال، إيه الأسئلة اللي بتتقال، المفروض أقول إيه وما أقولش إيه. وتاني حاجة بقى عملت بحث عن لغة الجسد، لأن هو شخص أنا معرفوش، فعايزه اعرف ايه هو بيكذب، ايه قاعده دي معناها ايه، البص دي معناها ايه، بص الناحيه دي معناها اللي هو بيفكر في الخيال يبقى هو بيكذب، بص الناحيه دي هو بيفكر في الذكريات يبقى هو صادق. اللي هو الحاجات دي يعني كنت بحاول افهم ايه الدنيا في اليوم ده المفروض اعمل ايه، يعني لان هو اول عريس اوافق ان اقعد معاه وكده، يعني وان احاول اقراه. يعني لو واحد معرفوش فلازم هقراه ازاي؟ اهو شوف العلم بقى بيقول ايه. وحاجة تانية لازم اقولها لكم، لما جيت اعمل المطبخ نزلت معاهم طبعا الراجل اللي هو بيعمل مطابخ، فعماله اقول له ما تعملش كذا وخلي بالك من كذا ولما يكون في مش عارف ايه الميه تنزل عليها كده، تفاصيل التفاصيل. لدرجة ان الراجل بيقول لي هو انت دارسة ايه؟ ليه قال لي كده؟ لان برضو كنت عاملة سيرش عن الاخطاء اللي الناس بتقع فيها لما بتيجي تعمل مطابخ. لو تعرفوا مريم صقري كانت عاملة فيديو عن المطبخ بتاعها كان فيه اخطاء كتير، فانا اتفرجت عليه وركزت قوي. طبعا هلاقي اللي هينتقدني في التعليقات ويقول لي انت مقفوره قوي، ليه دقيقه كده، ليه بتعملي كده. لا، هو انا لازم احسبها، لازم اتعلم، لازم افهم ايه الخطوه اللي انا داخله فيها، واعرف ايه اللي صح فيها وايه اللي غلط فيها. وعلشان كده انا بقولك انت الكلام ده لازم تفهمي دنيتك، وتفهمي ايه الدنيا اللي حواليك وايه اللي مطلوب منك علشان تعرفي تمشي امورك صح. طبعا احنا بنغلط ولغايه دلوقتي بنغلط، بس لما تبقى في مرحلة داخلة عليها جديدة ما تعرفيش منها معلومات كتير لازم تعملي سيرش، لازم تشوفي ايه الأخطاء اللي الناس وقعت فيها علشان انتي ما تقعيش فيها، حتى لو حاجة صغيرة زي المطبخ كده. وبس كده، يا رب تكونوا فهمتوا قصدي وتقولوا لي تحت في التعليقات أنا صح ولا غلط. وما تنسوش تعملوا متابعة علشان تشوفوني تاني، ولايك. سلام.